يا مساء الهنا، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو بتاعنا كله مصداقية، ولا هنقطع قطعة من الفيديو، ولا هنحذف حاجة، ولا هنمنتج، ولا الكلام ده كله. الكاميرا بتاعتنا شغالة من اول الفيديو لغاية اخره، لان النهارده الفيديو بتاعنا وكلامنا كله مصداقية، وكلامنا صدق بما يرضي الله. لا هنقول ب15 جنيه هنعمل 3 كيلو ولا الكلام ده كله. احنا كل اللي مشي معانا مصورينه على الطبيعة، وكل اللي طلع معانا طالع معانا على الطبيعة بما يرضي الله. النهاردة بقى هنعمل طحينة السرجة اللي 120 جنيه، اللي هي بالسمسم. بس النهاردة بقى هنعمل مع بعض طحينة بالسمسم وبالسوداني، وهنحسب التكاليف مع بعض واحنا شغالين في الفيديو. تمام. النهارده بقى هنعمل مع بعض الطحينة الخام بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتعجبكم ان شاء الله. وقبل كده ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسونيش باللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو بتاعي. فاهم حاجة يا جماعة؟ ما تنسوش بعد مشاهدتكم الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش باللايك. النهارده كده معانا بقى ايه المكونات بتاعتنا؟ معانا كوباية من السوداني، وكوباية من السمسم، معانا كوباية من الدقيق، كوباية مش اكتر بما يرضي الله. خدت كده معايا اهم والحاجه كوبايه السوداني، وحطيتها في الكبه بتاعتي وطحنتها ايه، طحنه ناعمه خالص، نعمتها. تمام. بس كده. هجيب بقى معايا كده شفشق الخلاط، بدل بقى ما اعمل ايه بولات ومواعين كتير والكلام ده كله، لا. انا طحنت الايه السوداني بتاعي ونعمته خالص، وجبت معايا شفشق الخلاط، وهبتدي بقى انزل من الكبه على شفشق الخلاط على طول. احط السوداني بتاعي اللي طحنته وبقى معايا ناعم وتمام. هجيب بقى بعد كده هوت معايا دي ايه كوبايه السمسم. كوبايه السمسم ديت يا ريت ما نحمص، على فكره برضو في حاجه نسيت اقولها لكم. يا ريت ولا نحمص السمسم ولا السوداني ولا الكلام ده كله، لاني انا كان معايا في القناة عاملة فيديو قبل كده. لو دخلتوا وشفتوا الفيديوهات هترجعوا كده بالفيديوهات هتلاقوني عاملة فيديو للطحينة، بس عاملاها بالسمسم بس، وكنت محمصة السمسم وحمصت الدقيق كده تشويحة خفيفة على النار عشان اطلع منه الرطوبة. للأسف ان التشويحة ديت غيرت لي طعم الطحينة بتاعتي خالص، ما كانش زي الطحينة اللي بنجيبها من بره خالص. وانا يعني ايه الحمد لله، ولا كنت مثلا الدقيق اتلسع مني ولا السمسم ولا الكلام ده كله، كنت عاملاهم بحرص شديد وكانوا زي ما هما. بس التحميصه ديت بتغير الطعم، بتديني طعم كده جديد في فيا ريت ما نحمصهمش، نجيبهم كده ونعملهم بالسمسم عادي، مش شرط نتحمص ولا نجيب مثلا ابيض نحمصه بالجبنه. اشتغلي باي سمسم معاكي واي سوداني، بس ما يكونش سوداني مملح. بس انا بقى هنا كده نكمل مع بعض. كنت خدت كده اهوت ايه كوبايه السمسم برضو ونعمتها. تمام. بس ايه كانت الايه يعني حسيت ضربتها ضربتين كده، فحسيتها لسه ايه خشنه معايا شويه، فاديتها ضربتين كمان ونعمته بقى خالص زي ما نعمت السوداني. وهنزل برضو بكوبايه الايه السمسم الايه مطحونه على السوداني المطحون في شفشق الخلاط. تمام كده. هبتدي بقى ايه اقفل بقى الخلاط بتاعي، وهاخده ايه اشغله بقى ايه الخلاط. احنا بصوا انا والله العظيم بمصداقيه وبما يرضي الله، والكميه اللي هتطلع من الكميه من كوبايه السوداني وكوبايه السمسم وكوبايه الدقيق هتطلع قدامكم كل حاجه على الطبيعه. لان طبعا احنا بنتفرج على فيديوهات كتير قوي بيقعدوا يقولك ايه من 5 جنيه عملت مش عارفه 3 كيلو، ومش الكلام ده كله. لا، ما عندناش الكلام ده كله. احنا كله عندنا ماشي بمصداقيه وبما يرضي الله. لاني انا عملت الفيديو اللي قبل كده بتاع الطحينه، وبصراحه كان في التصوير كنت بحط الفيديوهات والكلام ده كله، بس من ورا بقى ايه التصوير كنت بلاقي نفسي الفيديو بتاعي ايه حاسه تكتلات، فزودت كميه الفيديو، يعني زودت اسفه كميه الزيت. فانا هنا وضع عندي كده خط كوبايه الا ربع من الزيت، وايه حطيت بقى ايه السوداني والسمسم بتاعي، وحطيت بقى كوبايه الا ربع بتاعتي بتاعت الزيت. نزلت بقى ايه جزء من الزيت، حركت بيه السمسم وحركت بيه السوداني. بعد ما اتحركوا معايا واتضربوا تمام، ابتديت نزلت بقى بكوبايه الدقيق. زي ما انتوا شايفين الدقيق بيتقل معايا سكينة الدقيق الخلاط. فانا بقى عشان احركها وتكمل معايا هبتدي انزل باقي الزيت بتاعي علشان خاطر الخلاط بتاعي يتحرك. فنزلت باقي
يرضي الله كوبايه الا ربع زيت، لان طبعا في ناس هتقول لي ايه هجيب سوداني هجيب سمسم وهجيب زيت وهحط كميه زيت كبيره، فطب ما انا اشتريها من بره. لا، انا خدت كوبايه الا ربع زيت، كوبايه من السمسم، كوبايه من الدقيق، كوبايه من السوداني، وكل الحاجات دي كانت عندي في البيت. انا بعمل لها ايه حاجات في البيت، وكان دي بواقي حاجات معايا فاشتغلت ايه بيها، يعني مش مشتريه لها مخصوص. بس بقى نزلت بكميه الزيت اللي حركت لي الخلاط ونعمت الايه بيها عشان احركها، وايه دقيق طبعا تقيل على سكينه الخلاط، فحركتها وايه وزي ما انتم شايفين ضربتها ضربتين كده لغايه ما الطحينه معايا بقت بالشكل ده، سايله وناعمه وريحتها جميله وطعمها كمان انا دقتها طعمها في منتهى الجمال. والله العظيم قسما بالله يمكن احلى من اللي بنجيبها من السرجة، واللي في السرجة بتلاقيها غامقة والزيت اللي فيها تحسيه لونه غامق، ديت بص لونها فاتح وما يرضي الله. دي الكمية اللي طلعت معايا البطرمان ده بياخد كيلو بالظبط، ده هي خدت ايه بطرمان ده الا ربع، يعني عملت معايا حوالي كيلو الا ربع من الطحينة. فاحنا لو بصينا لكوباية السمسم ما جبناش ما عملش تمن كيلو سمسم، اقل من تمن الكيلو من بواقي عندي في البيت. والسوداني حوالي برضو بتاع تمن كيلو سوداني متقشر وطلع لي الكميه دي، وكوبايه الدقيق عندي من البيت وكوبايه الا ربع من الزيت. كل ده بقى طحنته في الخلاط من غير ولا تحميص ولا حاجه، ودي الكميه اللي طلعت معايا كيلو الا ربع من الطحينه. الفيديو بتاعنا النهارده مفيهوش اي منتجه ولا حاجه، زي ما انا عملته زي ما صورته، ولا حذفت اي مقطع ولا حاجه. ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.